السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مرة سألت نفسك ايه اللي يفرق يومك النهاردة عن يومك امبارح؟ لو فكرت شوية هتلاقي ان يومك عبارة عن مجموعة من العادات اللي بتعملها كل يوم بشكل متكرر، واغلبها كمان بنعمله بشكل لا واعي، يعني من غير تفكير. يومنا اغلبه بيمشي اوتوماتيك، يعني تصحى من النوم كل يوم الساعة 6 الصبح، تتوضى، تصلي، تفطر، تلبس، تنزل، تركب عربيتك، او لو هتركب مواصلات تروح على شغلك، تاخد قهوتك، تبدأ تشتغل، ترجع من الشغل، تتغدى، تنام لك شوية، وهكذا يومك كله بيمشي بشكل اوتوماتيك. ممكن حاجة او اتنين اللي ممكن تغيرهم في اليوم وتعملهم محتاجين منك شوية تفكير. مخك متبرمج كل يوم انه يعمل نفس الافعال، مش محتاج لا تفكر ولا تخطط، لان كل الافعال دي اصبحت عادات. ايه هي العادات وازاي بتتشكل وازاي نقدر نتخلص من العادات السيئة ونستبدلها بعادات جيدة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع كتاب العادات الذرية للكاتب الامريكي جيمس كلير. لو اول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية او ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تابعنا. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجايز. العادة هي سلوك بنعمله بشكل متكرر، يعني كل يوم الصبح لازم أول ما أقوم أشرب قهوة على الريق. من غير القهوة بتاعت الصبح اليوم ما يظبطش، في حاجة غلط. المدخن اللي بعد الأكل لازم يشرب سيجارة، مش علشان جسمه محتاج نيكوتين ولا حاجة، لكن لأنه تعود إن بعد الأكل لازم يشرب سيجارة. قبل ما أنام لازم أقرأ آية الكرسي وأقول الأذكار. عبادة، لكنها مع الوقت والتكرار أصبحت عادة. العادات هي اللي بتشكل شخصيتنا وهويتنا. انت عبارة عن مجموعة من العادات اللي بتمارسها كل يوم بشكل متكرر. فلو انت عندك عادات جيدة، حياتك هتكون كويسة، وعاداتك دي هتقودك للنجاح في حياتك عموما. ولو انت بتمارس عادات سيئة، العادات السيئة دي هتخلي حياتك سيئة، وبالتالي برضو هتقودك للفشل، وحياتك مش هتبقى أفضل حاجة. فريق سباق الدراجات البريطاني لقرن كامل كانت نتائجه متواضعة جدا. من سنة 1908 لسنة 2003 ما فازوش غير بميدالية ذهبية واحدة في الألعاب الأولمبية. وفي سباق فرنسا للدراجات خلال 110 سنة كان أدائهم سيء جدا وما فازوش في أي سباق مطلقا، لدرجة إن شركة من الشركات الكبيرة في تصنيع الدراجات رفضت إن هي تبيع لهم دراجات عشان ما يظهروش بيها في السباق ويسوقوا سمعتهم، لحد ما عينوا جيف بريلسفورد مدير فني للفريق. وكان الهدف انه يغير مسار فريق الدراجات البريطاني من الخسارة والفشل الى النجاح والفوز. وكانت فلسفة بريلسفورد هي فلسفة تراكم المكاسب، وهي ان رياضة ركوب الدراجات لو بترتكز على 10 نقط، وقدرنا ان احنا نحسن الفريق في كل نقطة من النقط دي بمقدار 1 بس في المية، فلو جمعنا النقط دي مع بعضها هنحصل على تحسن بنسبة 10%. ومع استمرار التغيرات والتحسينات هنقدر نحصل على مكاسب كبيرة جدا. وبدأوا ان هم يعملوا تغيرات بسيطة جدا انا وانت واي حد محترف ممكن يشوفها ان هي ملهاش تأثير اساسا، زي انهم صمموا مقاعد الدراجات بحيث انها تكون مريحة اكتر، ومسحوا اطارات العجل بالكحول علشان يبقى ثابت اكتر على الارض، ولبسوا المتسابقين شورتات قصيرة شوية وبتكنولوجيا معينة بحيث ان هي تدفي العضلات تدفئة مثالية، واختاروا لهم ملابس للسباق ويكون وزنها خفيف عشان تقلل من مقاومة الهواء. جربوا انواع كتير من كريمات التدليك علشان يقدروا يعرفوا اي نوع هيدي نتيجة اكتر ويعمل استشفاء للعضلات بشكل اسرع. وكانوا بيقيسوا استجابة اللاعبين لتمرينات معينة بدقة عالية جدا، لدرجة ان هم عينوا طبيب للفريق عشان يعلمهم ازاي يغسلوا ايديهم عشان يقللوا من احتمالات الإصابة بالإنفلونزا. حتى المراتب والمخدات اللي بيناموا عليها اللعيبة اهتموا ان هم يخلوها مريحة جدا عشان اللاعب يقدر ان هو يحصل على أكبر قدر من النوم. ومع تراكم التغيرات البسيطة وتغيرات غيرها كتير، النتيجة كانت أسرع مما تخيلوا. في ظرف 5 سنين بس كان الفريق البريطاني فايز ب60% من الميداليات الذهبية اللي كانت متاحة في أولمبياد بكين، وبعدها ب4 سنين في أولمبياد لندن قدروا انهم يحطموا 9 ارقام قياسية اولمبية و7 ارقام قياسية عالمية، وفازوا بعدها في سباق فرنسا للدراجات 5 مرات في 6 سنين. وبعدها توالت النجاحات والانتصارات لحد ما بقى فريق الدراجات البريطاني مثال لأفضل مسيرة رياضية في تاريخ ركوب الدراجات. ازاي ده حصل وازاي قدروا بالتغيرات البسيطة جدا دي انهم يوصلوا للنتائج العظيمة دي، واللي ما كانش حد ممكن يتخيل ان التغيرات البسيطة دي ممكن تعمل فروقات رهيبة كده في الفريق وتغير مسيرته تماما من الفشل الى النجاح. ودي كانت فكرة فلسفة المكاسب اللي آمن بيها بريلسفورد، ان مش لازم ابدا عشان نوصل لنجاحات عظيمة ونحقق اهداف كبيرة
ان احنا نعمل تغيرات كبيرة وضخمة مرة واحدة، بينما اننا ممكن بتغيرات بسيطة جدا مع استمرارها كل يوم ولفترة كبيرة بعد مرور شهور او سنين هنقدر نحصل على تغيرات كبيرة جدا ومؤثرة جدا جدا جدا. فاحنا بنكني ثمار العادات اللي بنواظب على تكرارها. فلو انت شخص منتج وبتعرف ترشد استهلاكك وبتقدر توازن بين دخلك ونفقاتك وكمان تقدر تدخر منه وتنميه، فعلى الاغلب انك بعد كام سنة هتقدر توصل للثراء وتبقى غني. والعكس لو انت شخص مسرف ومستهلك ونفقاتك اكبر من دخلك، حتى لو انت غني بعد فترة من الزمن اكيد هيجي عليك يوم وهتبقى فقير. كذلك لو انت كل يوم بتاكل اكل صحي، بعد سنة هتحصل على جسم صحي ووزن مثالي. بينما لو عاداتك في الاكل عادات غير صحية، فبعد سنة صحتك مش هتكون افضل حاجة، بالاضافة ان وزنك كمان هيزيد. فبالتالي كل شخص فينا ومن خلال عاداته اليومية يقدر يحدد هيبقى فين بعد كام شهر او بعد كام سنة، سواء كانت عاداته عادات سيئة او عادات جيدة. لان ممارسة العادات سواء جيدة او سيئة مش هيظهر عليك بين يوم وليلة، لكن مع استمرارها وتكرارها هتحس بالفرق وهتشوف النتيجة. يعني لو انت عايز تنزل وزنك وقررت انك تاكل اكل صحي وتلعب رياضة، ما تجيش بكرة الصبح وتقول ايه ده انا وزني منزلش. اتقل انت بس كده لمدة سنة واستمر عليها، دايت ورياضة ورياضة ودايت، وان شاء الله بعد السنة اكيد هتلاقي نتيجة كويسة جدا. مجهودك في الاستمرار على العادة ممكن ما يظهرش نتيجته بعد شهر او ولا شهرين ولا 3، بس مش معنى كده ان مجهودك خلال الفترة دي مجهود ضايع. هو متخزن لحد درجة معينة، هي دي اللي بنبدأ نلاحظ فيها التغيير. لحد ما توصل للنقطة دي اياك انك تخلي اليأس والاحباط يتمكن منك. اصبر واستمر وتأكد انك بدل ماشي على الطريق الصحيح يبقى اكيد هتوصل. المشكلة اني دايما بظن اني عشان احقق انجازات كبيرة لازم اعمل تغيرات كبيرة، لكن ده مش صحيح، لان الانجازات الكبيرة ما هي الا تراكم لتغيرات بسيطة جدا، لكن مع تكرارها والاستمرار عليها هتفضل تكبر لحد ما تعمل لنا انجازات كبيرة. زي انك تقرر انك تدخر كل يوم مبلغ بسيط جدا لا يذكر، لكن لو فضلت تدخر المبلغ البسيط ده لمدة شهر شهرين سنة 2، بعد كام سنة هتتفاجئ ان المبلغ البسيط اللي ما كانش له قيمة بقى مبلغ ضخم. بس اكيد مش بعد 10 ايام او 10 شهور. يعني كان في افكار لناس ان هي تحوش الفلوس الفضة اللي هي بنرميها دي وما مش عارفين نوديها فين، وبيحوشوها لفترة معينة وبيعملوا بيها مثلا صدقات او بيجيبوا بيها حاجة، كل واحد على حسب بقى تفكيره واحتياجاته. المهم ان الفلوس الفضة اللي ممكن تبقى في جيبك وتطلعها وترميها في اي حتة دي لو جمعتها مع الوقت هتلاقيها عملت لك مبلغ كويس جدا ليه قيمة. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ان ممكن بتغيرات بسيطة جدا اوصل لانجازات كبيرة. مع الاستمرار عليها نقدر ان احنا نحقق اهداف كبيرة وانجازات كبيرة. يبقى المفروض اني قبل اي تغيير احدد الهدف منه وحدد الطريقة او النظام اللي هتبعه عشان احقق هدفي. طب ايه الاهم، اني اركز دايما على الهدف ولا اني اركز على النظام اللي هتبعه علشان اوصل للهدف؟ يعني ايه الاهم، الهدف ولا النظام؟ يعني مثلا لو انت مدرب كرة سلة وتجاهلت تماما هدفك وهدف الفريق في انكم تفوزوا بالبطولة، وركزت على النظام اللي هيوصلك للهدف ده، وركزت على ان فريقك يتدرب تدريب كويس جدا، واهتميت بتحسين مهاراته وهيأت لهم بيئة مناسبة ورعاية العوامل النفسية، ووفرت لهم كل الإمكانيات اللي تساعدهم للنجاح وللفوز بالبطولة، فهل فعلا هتنجح في الفوز بالبطولة؟ غالبا ايوه. لكن لو فضلت طول الوقت مركز على نتيجة المباراة ومبحلق في لوحة تسجيل النتيجة، هل ده لوحده هيساعدك على تحقيق الفوز؟ اكيد لا، بالعكس ده هيوترك جدا وهيخليك مش مركز مع فرقتك ولا عارف تكاتشن عليهم ولا قادر انك تتابع ادائهم طول المباراة، واللي المفروض انك دايما بتحسن منه. فعشان احقق نتيجة افضل لازم اركز على النظام اللي هتبعه في تحقيق الهدف مش على الهدف نفسه. لكن لو فضلت طول الوقت مركز على النتيجة اللي هوصل لها بعد تحقيق الهدف، فكده انا في مشكلة او كمان في مشاكل. اول مشكلة، لو في 10 متقدمين لوظيفة فالاكيد ان ال10 عندهم نفس الهدف وهو الحصول على الوظيفة، لكن اللي هيفوز بالوظيفة واحد بس. فمعنى كده ان تحديد الهدف مش هو خالص اللي عمل الفرق، لكن اللي عمل الفرق النظام اللي قدر كل واحد فيهم ان هو يتبعه علشان يحصل على الوظيفة. واحد فيهم بس هو اللي اتبع نظام واشتغل على نفسه علشان يقدر يكون مؤهل للوظيفة، وعشان كده هو اللي حصل عليه. ثانيا، ان تغيير الهدف ده بيكون مجرد تغيير لحظي مش بيدوم. يعني لو انت انسان فوضوي واوضتك عبارة عن كراكيب وهدوم مرمية على الارض وبواقي اكل مرمية على المكتب، وقررت انك تحط لنفسك هدف يوم الاجازة هقعد ولازم انظف الاوضة دي يا انا يا هي، وفعلا يوم الاجازة فضيت نفسك ونظفت الاوضة ورجعت كل حاجة في مكانها،
والأوضة فعلا بقت نظيفة ومرتبة. لكن لو انك استمريت على نفس العادات الفوضوية اللي عندك، وبمجرد ما دخلت الأوضة تاني قلعت هدومك ورميتها على الأرض وقعدت تاكل وسبت بواقي الأكل مرمية، فيا فرحة ما تمت، في ظرف ساعة واحدة بس هتلاقي الأوضة رجعت لنفس حالة الفوضى اللي كانت عليها، لأنك للأسف ما غيرتش العادات اللي أدت بالأوضة إنها تكون في حالة الفوضى دي. لأن زي ما قلنا إن التغيير اللي بنعمله بهدف تحقيق نتيجة معينة بيزول بمجرد تحقيق النتيجة. لكن معلش احنا بنتكلم في تغيير يعيش معانا العمر كله، يبقى لازم حضرتك تغير عاداتك اللي أدت بيك إلى حالة الفوضى. غير نظامك والعادات اللي انت ماشي عليها، وهتلاحظ بنفسك النتيجة اللي هتدوم معاك العمر كله. لأن المكنة طبيعي لو هتديها قط هتطلع لك قماش، لو هتديها سكر هتطلع لك غزل بنات، لو هتديها لحمة هتطلع لك سجق على طول. كل نظام هتتبعه هيكون معروف النتيجة اللي هتطلع منه هي ايه، فانتبه كويس لعاداتك رايحة بيك على فين. ثالثا، ودي المشكلة الكبيرة، ان وانا بحدد هدفي دايما بكون متوقع ان بمجرد تحقيق الهدف ده انا هوصل للسعادة المنشودة، فانا مش هقدر اني اكون سعيد الا لما اوصل لهدفي واحققه. انا متضايقة من منظر جسمي وعايزة اخس، فربطت سعادتي باني اخس، فطول الوقت انا مش راضية عن نفسي لحد ما اقدر احقق النتيجة دي. او لو انا ظروفي المادية مش احسن حاجة، هدفي اني ابقى غني، لحد ما ابقى غني فانا مش حاسس باي سعادة خالص. كل ده لاني بمنتهى البساطة مركز على الهدف مش على النظام. حب النظام، استمتع بالرحلة، وكده كده بدل انت ماشي على النظام الصح اكيد هتوصل لهدفك وبمنتهى الاريحية. لان ربط سعادتك بهدف معين حتى لو حققته فانت غالبا لما توصل له مش هتحس بنفس السعادة اللي كنت متوقعها، فده هيصيبك باحباط كبير جدا. رابعا، لان التركيز على الاهداف ده بيتعارض مع فكرة الاستمرارية، لان لو الهدف اتحقق خلاص انا ما بقاش عندي حافز ان انا استمر. زي بالظبط العداء اللي بيفضل يجري ويجري ويحاول لحد ما يوصل لخط النهاية، وبمجرد ما يوصل لخط النهاية بيقف لان خلاص ما بقاش عنده حافز ان هو يستمر في الجري. وده السبب وراء ان كل الناس بيرجعوا لعاداتهم القديمة بعد تحقيق اهدافهم. يعني لو غيرت نظامي وبقيت اكل اكل صحي علشان اخس، وبمجرد ما خسيت ووصلت الهدف خلاص انا ما بقاش عندي حافز ان انا استمر، فبالتالي هرجع تاني لنظام اكلي القديم، وبالتالي هيرجع تاني وزني يزيد. لكن لو انا قررت اني اغير نظام من الاكل الدسم والوجبات السريعة والتزم بنظام اكل صحي يفيد جسمي ويديني جسم صحي ومثالي، وخلاص ده بقى نظام حياتي وانا هستمر عليه. بالتالي وباتباع النظام دوت والاستمرار عليه وزني هينزل لوحده من غير ما افكر في الهدف اساسا. سألت نفسك قبل كده ليه بيكون صعب علينا ان احنا نغير عاداتنا؟ ده بيكون لسببين. اول سبب اننا بنكون بنغير عاداتنا في الاتجاه الخاطئ. تاني سبب اننا بنغير عاداتنا بالطريقة الغلط. الكلام ده ازاي؟ هناخد السبب الاولي، بنغير في الاتجاه الغلط، وده لان كل سلوك عشان يتغير بيمر ب3 مستويات. المستوى الاول هو بيكون تغيير على مستوى الاهداف، زي اني افقد وزن او افوز ببطولة او احصل على وظيفة. المستوى التاني هو تغيير على مستوى الانظمة، بمعنى اني اغير نظامي وعاداتي عشان اقدر احقق النتيجة اللي حددتها، زي اني اتدرب كل يوم عشان افوز بالبطولة، او اكل اكل صحي عشان افقد وزن، او اخد كورسات عشان احسن مهاراتي واحصل على وظيفة. المستوى الثالث اعمق شوية، وهو التغيير على مستوى الهوية. في المستوى ده انا مش هغير اهدافي ولا هغير عاداتي، لا انا هغير نظرتي للعالم ككل، هغير طريقة تفكيري، هغير نظرتي لنفسي، وهغير معتقداتي وافكاري. والتغيير بيتم بطريقتين. الطريقة الاولى هي تغيير العادات المرتكزة على تغيير النتائج، وده بيكون تغيير مؤقت مرتبط بتحقيق النتيجة أو الهدف اللي أنا بسعى ليه. أما الطريقة التانية فهي تغيير العادات المرتكزة على الهوية، وده بيكون تغيير على المدى البعيد. التركيز فيه بيكون على أنا عايز أكون إيه؟ أنا عايز أبطل التدخين ولا أنا مش عايز أكون مدخن؟ أنا عايز أفوز بالبطولة ولا عايز أكون شخص رياضي؟ أنا عايز أحصل على وظيفة ولا عايز أزود معرفتي؟ لكن الطريقة الأولى التغيير فيها بيكون مؤقت وبينتهي بمجرد تحقيق الهدف. أما الطريقة التانية فالتغيير بيدوم وبيستمر معانا، وده المقصود بالعادات الذرية، وهي العادات اللي بتعتمد على تغيرات بسيطة بتحسن فيها كل يوم بنسبة 1% بس، وبتراكم التغيرات والمكاسب بنقدر نوصل لتغيير بيدوم وبيستمر معانا. ودي هي طريقة بناء العادات المرتكزة على الهوية، واللي بيعتمد فيها التغيير على تغيير معتقداتنا والأشياء اللي احنا بنؤمن بيها، لأن المفروض إن سلوكي بيعبر عني وعن قناعاتي. لأن لو هدفي إني أكون شخص غني لكن أنا إنسان مسرف، نفقاتي أكتر من دخلي، فبالتالي عمري وحاضر إن أنا أحقق هدفي، إلا إذا بدأت إن أنا أغير طريقة تفكيري وأغير نظرتي للمال، وبدأت أحط أنظمة أحدد بها نفقاتي، مع كمان إني أشتغل أكتر عشان أزود دخلي، وبدأت أغير في طريقة استهلاكي.
فبدل ما اطلب اكل من بره اعمل اكل في البيت. بدل ما كل يوم بروح شغلي باوبر اركب مواصلات عاديه، او لو الشغل قريب ممكن اتمشى وهو بالمره ابقى مارست الرياضه. مع الاستمرار على العادات البسيطه اهدافي هتتحقق تلقائي، ومع الوقت وتحقيق الانجازات هتبدا تحس بالفخر بنفسك. انا ما كنتش بقدر اكمل الشهر من غير ما استلف، لا دلوقتي انا قدرت اوازن من دخلي ونفقاتي. بعد شويه هلاقيني قدرت ان انا اوفر وادخر من مرتبي. مع استمرار انجازاتك واحساسك بالفخر باللي انت وصلت له، ده هيشجعك على الاستمرار في التغيير اكتر واكتر، لحد ما التغيير ده هيبقى جزء من هويتك. فالتغيير اللي بيكون متوافق مع هويتنا بيكون قابل للتنفيذ. فلو انت اساسا شخص رياضي مش هيكون عندك اي مشكله انك تروح تتدرب كل يوم في الجيم، انا بحب ده. ولو اساسا انت ما بتحبش ريحه السجاير اكيد مش هتجاهد نفسك عشان ما تشربهاش، بالعكس انت لو حد جرجرك علشان تشربها مش هتقدر، لانك اساسا ما بتحبهاش. ولو انت بتحب الاكلات السريعه والجنك فود فطبيعي انك انت مش هتقدر تستمر انك تاكل اكل صحي لفتره طويله، وهترتد من تاني لعادات اكلك القديم. وعشان اقدر اغير هويتي ده بيتم على خطوتين. اول خطوه اني احدد نوع الشخص اللي انا عايز اكونه. ثانيا اثبت لنفسي ان انا الشخص ده. انا عايز اكون شخص منظم. الشخص المنظم بيعمل ايه؟ الشخص المنظم بيقوم كل يوم في ميعاد معين، يرتب اوضته وسريره، يرتب مكتبه، ينظم مواعيده. انا عايز اكون شخص رياضي. الشخص الرياضي بيعمل ايه؟ الشخص الرياضي بيروح الجيم. الشخص الرياضي بياكل اكل صحي. الشخص الرياضي بيمشي كتير. الشخص الرياضي بيشرب ميه اكتر. بمجرد ما حددت نوع الشخص اللي انت عايز تكونه، شوف الشخص ده المفروض يعمل ايه واعمله. والكاتب بيحكي ان صديقة ليه خسرت 100 كيلو من وزنها عن طريق انها كانت بتسأل نفسها سؤال واحد طول اليوم: الشخص اللي صحته كويسة بيعمل ايه؟ بياكل بيتزا ولا بياكل سلطة؟ الشخص اللي صحته كويسة هياكل جاتو ولا هياكل تفاح؟ الشخص اللي صحته كويسة يركب عربية ولا يمشي احسن؟ الشخص اللي صحته كويسة يشرب حاجة ساقعة ولا يشرب مية؟ فلو انت اتصرفت زي الشخص ده لفترة فهتلاقي نفسك بقيت فعلا الشخص ده. فالهوية والعادة عملية تبادلية، فالعادات هي اللي بتشكل هويتك، وهويتك هي اللي هتدفعك لتكوين العادات اللي بتثبت الهوية دي. ولحد ما نشوفكم الحلقة الجاية، كل واحد فينا يطلع ورقة وقلم يحدد هويته، الشخص اللي انت عايز تكونه، حدد اهدافك، اعمل نظام لنفسك، ابدأ فيه واستمر عليه. ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله عشان نعرف ازاي نقدر نبني عادات افضل في 4 خطوات. خليها عادة حلوة عندك ودوس لايك. ولو لسه ما اشتركتش في القناة مستني ايه؟ اشترك، عشان لسه في عادات عايزين نبنيها وعادات عايزين نغيرها وليلة كبيرة قوي سعادتك. فاشترك في القناة ودوس لايك وشير مع اصحابك. ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.